السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده، واهلا بكم في فيديو جديد. اهلا بكم، معاكم وائل حامد. مش عارف، انا مش شايف الحدث فين ومش عارف بص في الحته، بس يعني ايه المره دي ابص معاكم اشوف انا بص مظبوط ولا لا. المره دي هتكلم عن بعض الاشياء مش مرتبطه بحاجه ولا مركزه في حاجه، ولكن هخرج اللي جوايا بشكل سريع وشكل محدد عشان ما مطولش عليكم كده. يعني مش عارف الفيديو ده ممكن انزله النهارده بالليل وممكن انزله بكره الصبح، مش عارف برضه ممكن انزله بكره الصبح علشان ياخد جانب من المشاهدات، علشان بالليل المنصة على اليوتيوب متبقاش يعني في مشاهدين كتير، بس على طول اليوتيوب شغال يعني. بس يعني عندي قناة عندي متبقاش يعني موضوع منتشر والدنيا تبقى واضحة يعني بالنسبة لي على اليوتيوب. بالليل بيبقى عندي الدنيا تبقى أفضل الصبح. يعني ده يعني ممكن يكون يعني ببساطة دلوقتي، بس يعني أنا مش عارف ممكن أتكلم عن إيه. أنا المرة دي لابس بتاع كحلي، وعادة أنا دايما بلبس لكم تي شيرت مخطط، بس يعني ممكن يكون عشان تغيير وكده إن احنا في الشتا، يعني الموضوع ما يبقاش على طول الموضوع يعني مسيستم بنظام معين. واحد برضه بيزهق، عايز يغير جو وعايز يغير مزاجه، يحس ان هو شخص افضل. يعني واحد مش عايز يتكلم عن حاجة معينة، ولكن يعني يخرج اللي جواه خلاص بأي شكل كان. مش لازم الواحد يقول حاجة مفيدة برضه، عشان الناس دايما الناس بتكون منتظرة ان الواحد انا بكون حاسس ان انا لازم اتكلم عن حاجة مفيدة وشديدة وغاية الأهمية علشان الناس تتفرج عليا، ولكن بعض الأحيان برضه بلاقي المشاهدات متبقاش كتير ومبقاش كبيرة، والكلام اللي أنا بقوله ميبقاش واصل لأغلب الناس والكلام ده كله. فأنا يعني بالأتموسفير ده والشكل ده قررت إن أنا أعمل فيديو يعني وكده، وأتكلم وأقول إن انتوا يعني تهتموا بيا أكتر، تهتموا بشخصيتي أكتر، إن انتوا ما تركزوش بس في الحاجات اللي انا بعملها ورأيي او وجهة نظري في بعض الاشياء اللي انا بتكلم فيها، ولكن الموضوع يكون مرتبط اكتر بشخصية البني ادم، ان انتوا تهتموا بشخصيتي اكتر، ان انتوا تعرفوني اكتر وتشوفوني اكتر، وده يخليكم ان انتوا تبقوا يعني واثقين فيا وخلين الموضوع بشكل حيوي اكتر. مش بعرف حاجة، بس انا بركز، بحاول افكر وبحاول اشوف ايه ممكن ان انا اتكلم فيه وكده. فده يعني حاجة مخلياني ان انا ممكن اعمل فيديوهات كل يوم، ولكن النهارده صحيت الساعة 7 الصبح، مقدرتش اصحى. صحيت الساعة 7 الصبح، قعدت شوية كده على كرسي وقلت بقى اصحى بدري واعمل فيديو جديد الصبح، واعمل فيديوهات كتير واعمل كل يوم فيديو ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن قلت بقى قلت لا مش هقدر، قلت اكمل نوم احسن. ده اللي حصل فعلا ونمت وكده. فده ممكن يكون ده اللي مخليني النهارده في حالة نفسية مش كويسة، وحاسس ان انا مكتئب وكده، نفسيا مش مبسوط وكده. ولكن ده يعني هيخليني ان انا يعني ده سبب من الاسباب برضه ان انا بعمل فيديو دلوقتي، ان انا اخرج نفسي من اللي انا فيه، واخرج نفسي من اللي جوايا، واخرج نفسي من المشاعر اللي انا حاسسها دلوقتي اللي انا بتمر عليا. الشتا دايما انتوا عارفين الشتا بيبقى في حالة اكتئاب كده بشكل ما، انت بحاجة دايما دفء وحاجة دايما شيء يخليك ان انت تبقى في ونس وكده. طالما ده مش موجود فانت بتحس ان انت في حالة اكتئاب وكده. فانا بصراحة يعني مش عارف الموضوع ممكن يمشي يسير على
برضو موضوع اللي انا خدت تحذير على ويرنج على اليوتيوب، واليوتيوب عندي مبقاش مهتم بشكل كبير. فمهتم ان انا يعني ايه اطلع فيديوهات وكده، يعني مبقاش يساعدني ان انا الفيديوهات بتاعتي تنتشر. فموضوع برضو التحذير ده اللي هو هيخلص بعد 3 شهور، يرجعوا لي موضوع الفلوس ده تاني، ويرجعوا لي يعني يهتموا اكتر بالفيديوهات اللي انا بعملها، ويساعدوني الفيديوهات تبقى منتشرة اكتر. يعني ساعة موضوع التحذير ده حصل لي، والقناة عندي مشاهدات عندي ما بقتش زي الاول، يعني ماشية ببطء وماشية برخامة كده بشكل رخم. فمش عارف، ده حاجة مخليني ان انا ايه اركز اكتر واشوف اكتر كده يعني. فانتوا ايه رايكم في الكلام ده؟ ف النهارده صليت الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. صليت رقم الصلوات الحمد لله، وده شيء كويس. النهارده اليومين دول يعني شخصيتي الفترة دي ما بقتش زي الأول، معرفش، حاسس برتابة كده شديدة كده، مش واضحة بالنسبة لي. يعني المفروض إن أنا أركز أكتر وأعيش أكتر، ولكن حياتي ماشية بأسلوب كده معين كده مخليني إن أنا ما تعملش بشكل أفضل وما تعملش بشكل كويس. فده مخليني إن أنا مش مبسوط، ومخليني إن أنا مكتئب، ومخليني إن أنا مش مرتاح. حتى كمان مبقاش عندي دافع إن أنا أصحى من النوم علشان أواكب الحياة وأواكب العصر اللي احنا عايشين فيه ده. بقيت متضايق كمان من الفيديوهات كتير أوي اللي موجودة على الإنترنت، بقيت بشكل مريب وشكل غريب. الواحد الأول كان زمان كان يعني قناتين 3 4 5 بس هما اللي كانوا يعني بيعملوا فيديوهات. دلوقتي بقى في ملايين من الناس بتعمل فيديوهات، والحاجة دي مخليه الواحد مش مبسوط، ومخليه الواحد مش سعيد، عشان بقى في زخم غير طبيعي، وزخم وفتنة كده في التعامل، اللي انت يعني تقعد على الانترنت كتير. لولا ان انا وصلي الحمد لله كنت قلت بقى ان انا خلاص بقى دخلت معاكم بقى في الجانب ده والجزئية دي، ان الواحد يعيش الحياة بتاعت الفيديوهات دي، وان هو بقى يقعد يتفرج ويقعد يشوف ويقعد يعمل، وينسى دينه وينسى روحه في الجوانب دي كلها. فمش عارف بالظبط ده يعني ايه الحاجات اللي انا حاسس بيها الفترة دي. فمفترض ان انا يعني ايه مش عارف، ممكن بفكر ان انا اعمل فيديوهات كل يوم، بس انا بصحى الساعة 12 الساعة 11 مبقاش ليا مزاج، ومبقاش ليا متحمس ان انا اعمل حاجة. ده اهتمامي كله بيبقى في الموضوع ان انا اصلي وكده عشان اخلص الصلوات اللي عليا. انت عارفين الصلوات بقت يعني في الصبح بقت بتجري بسرعة. ف انا قاعد هنا بس شوية. الصلاة بتجري بسرعة، فبكون مركز أكتر في الصلاة ومبقاش مركز في حاجة تانية، فمبقاش عارف إن أنا أصور فيديوهات وكده، مش عارف بقى. فأنا ممكن أصور فيديوهات كل يوم عشان أخرج الطاقة اللي عندي دي، اللي هي مخلياني إن أنا إيه في حالة مزاجية مش كويس، وحالة مزاجية مش تمام، وأكون أحسن. يعني ده يخليني إن أنا أكون في توازن نفسي أقوى وأحسن، وإن أنا أكون في توازن يعني، وده يخليني إن أنا أبقى شخص أفضل يعني. بس فده ممكن يكون يعني إيه فيديو سريع، وفي نفس الوقت إن أنا أدون حالتي النفسية وحالتي المزاجية في الفترة الحالية، علشان بعد كده أشوف نفسي بعد كده في المستقبل كنت عامل إزاي، كنت عامل شكلي عامل إزاي، كنت بفكر إزاي، ونفسيتي كانت بتبقى عاملة ازاي وكده يعني. ده بيبقى مفيد في المستقبل يعني، علشان الواحد ما يبقاش ان هو مش عارف هو كان حاسس بايه ودلوقتي حاسس بايه، وبعد كده يبقى حاسس بايه. فلازم الواحد برضو ايه
يدون حالته النفسية بشكل بقى كتابة بشكل فيديو، وده هيخليه ان هو يكون فاهم اكتر نفسه وفاهم اكتر مزاجه عامل ازاي وشخصيته عاملة ازاي، ويبقى شخص افضل وشخص احسن ان شاء الله يعني. بس كده، فده كان فيديو سريع وممكن اسميه يعني، ما اقول لكم بقى، انتوا اكيد هتشوفوه موجود مكتوب على التايتل في الفيديو على اليوتيوب. شكرا لكم، وكان معكم وائل حامد، اشوفكم على خير ومع السلامة. السلام عليكم والى اللقاء.